هل تظنون أن الصهاينة سيقفون عند فلسطين ولبنان؟ لا أبدا. فالمخطط أوسع من ذلك. يتساءل الناس: إلى أين تتجه الأمور في فلسطين ولبنان والمنطقة؟ إلى أين تتجه الأمور؟ وما الذي سيحدث؟ وما هو المخطط؟ تكثر التحليلات هنا وهناك، بل ويتجه بعض الناس إلى العرافين والمنجمين كأمثال ليلى عبد اللطيف وغيرها، وهذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكثر التحليلات. ما الذي سيحدث؟ وإلى أين سنتجه؟ وما هو المخطط؟ سأقول لكم المخطط باختصار شديد، ولا كلام غير هذا الكلام. ما يحاك لهذه المنطقة أمر عظيم تزول منه الجبال. قال ربي سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم، المخطط كبير. هل تظنون أن الصهاينة سيقفون عند فلسطين ولبنان؟ لا أبدا. فالمخطط أوسع من ذلك. هم يسعون الآن إلى إسرائيل الكبرى، وهذه الخريطة لا تخفى على أحد، يعني ليست سرية. فقد وضعها الجنود الصهاينة على بزتهم العسكرية، على لباسهم العسكري. هذه الخريطة موجودة الآن على لباسهم العسكري، وموجودة على عملة من فئة 10 أغورات، عملة إسرائيلية، 10 أغورات، قد رسم عليها الشمعدان اليهودي، وخلف هذا الشمعدان الخريطة، خريطة إسرائيل الكبرى. ماذا تضم هذه الخريطة؟ فلسطين، ثم لبنان، ثم سوريا بالكامل، ثم الأردن بالكامل، ثم أجزاء من مصر، ثم أجزاء من العراق، وصولا إلى أين؟ إلى السعودية، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعادة خيبر. هذا مرسوم ومخطط له ويسيرون عليه مهما سمعتم من تحليلات هنا وهناك. هذه الخريطة وموجودة عندهم الأعين الآن: لبنان، سوريا، الأردن ومصر. وهذا الشيء مكتوب عندهم في سفر أشعياء، وأشعياء نبي من أنبيائهم على حد زعمهم. ماذا يقول؟ وتكون يهوذا، يعني أرض يهوذا، أرض الصهاينة، أرض اليهود، وتكون يهوذا رعبا لمصر. أرض يهوذا ستكون رعبا لمصر. وماذا يقولون أيضا في هذا السفر؟ لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد. هذا باختصار.
الأمة والمملكة التي لا تخدمك، يعني مين تخدمك؟ لمين؟ لا دولة اليهود. تبيد يعني بدك تطبع أو تمحى، تقاتل، تحارب، تتنازل أو تحارب. هذا هو المخطط. فإذا الأمور تسير إلى هذه الخطة المرعبة. وما هذه الأساطيل والبوارج التي جاءت إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط إلا لهذا الأمر. لا يظنن أحد أن هذه البوارج جاءت لقتال إيران، فهذا أمر يعني مستحيل، والكل قد عرف كذب إيران ونفاق الرافضة. الآن رئيس إيران يلعق الأحذية في أمريكا حتى يوقف الحرب على لبنان. أين التهديدات؟ وسنرمي باليهود في البحر وسنمحيها عن خريطة الأرض، وهكذا. كذابون منافقون. هذه الأساطيل جاءت الآن لحرب الإسلام، لحربكم يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. والحرب ليست جديدة، بل بدأت منذ متى؟ منذ احتلال العراق. الحرب العالمية الثالثة بدأت على الإسلام، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بدأوا بالعراق، ثم ليبيا، لبنان، سوريا، ثم الأردن، مصر، وهكذا وصولا إلى مدينة رسول الله. لن يقفوا مهما سمعتم من اجتماعات ومؤتمرات واتفاقيات ودعوات للسلام وتعايش الأديان. هذا كله كذب والله العظيم، وأقسم بالله أن هذا مخططهم. ولن يقفوا إلا بسحق الإسلام. هذا ما يريدونه، لكن الله يريد شيئا آخر. لا إله إلا الله. الله يريد شيئا آخر. نعم، هم يخططون للقضاء على الإسلام. جيمس ويلسي، هذا رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق، عام 2005 أنا شاهدت الفيديو. ماذا يقول؟ يقول سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. نتنياهو ماذا يقول؟ نجحنا في تغيير المناهج في دولتين عربيتين. الحرب ليست فقط عسكرية، فكرية، ثقافية، إعلامية، اقتصادية، حصار. يريدون القضاء على الإسلام. أي واحد ينادي بهذا الكلام الآن وينبه الناس مثلي الآن، هذا إرهابي، وممكن الآن يطلب رأسي، لا أستبعد، في سبيل الله. كل واحد الآن يتكلم بهذا الكلام سيلاحق عالميا، إما يسجن إما يقتل. حرب على الدعاة، على العلماء، تشويه لصورة العلماء والقدوات، إثارة الشبهات، فضائيات بالآلاف تثير الشبهات حول القرآن وحول السنة إلى ما هنالك. نتنياهو ماذا يقول أيضا؟ نحن نسعى لتشكيل شرق أوسط جديد، يعني في ترتيب لها المنطقة. هذه هي خطتهم عباد الله، هذه هي خطتهم. والله العظيم لن يقفوا. الحرب ستشتد. ممكن يصير في حرب نووية، ممكن يصير في مجاعات، ممكن يصير في إبادات، الله تعالى أعلم. طب يا شيخ، إيش القصد من هالكلام؟ إيش الهدف؟ تخوفنا أو نيأس؟ لا، الهدف
ما هو؟ أن تعي الشعوب وأن تعي الأمة ما يخطط لها وما يحاك لها، أن تتوحد. العدو معروف، مهما سمعتم من شعارات ودعوات للإنسانية والتعايش والسلام، كذب، والله العظيم كذب. الله عز وجل يقول لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا قول الله، من تصدقون؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خلاص، قول فصل. بدك تتنازل عن دينك، بدك تتنازل عن سنتك، بدك تتنازل عن القرآن، عندها سيرضون عنك. بالرغم من كل ما سمعتموه الآن من مخططات، هل سينجحون بالقضاء على الإسلام؟ هل سينجحون بالقضاء على سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، وألف لا. فالذي تكفل بهذا الدين هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والأبطال في هذه الأمة لا ينتهون. هذه الأمة ولادة، فيها المجاهدون، فيها الأبطال، فيها الثابتون إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم خذلان من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. فيلزمنا ماذا؟ الثبات، الإيمان، لأنه في ناس كتير رح تتزعزع قلوبها ويتزعزع إيمانها بالله تبارك وتعالى الذي وعد بنصر هذا الدين. هذه الأرض الآن بالرغم من كل ما يحدث وما سيحدث تهيأ لأمر عظيم. والله هناك حدثان عظيمان على الأبواب، وهذان الحدثان سيكونان أين؟ في بلاد الشام، وخاصة في فلسطين ودمشق بالتحديد، كما حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثان كبيران على الأبواب، ونحن الآن باتجاه هذين الحدثين. كل ما ترونه الآن مقدمات. الحدث الأول هو نزول الخلافة الإسلامية في بيت المقدس. الخلافة الإسلامية، وستكون عاصمتها أين؟ في بيت المقدس. الله أكبر، بيت المقدس المحاصر الآن من اليهود، كيف ذلك؟ نعم ستحدث، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحدث الآن مقدمات للأمة الإسلامية. والله العظيم ستأتي الخلافة، والله العظيم سترفع راية لا إله إلا الله فوق كل الرايات، بعز عزيز أو بذل ذليل. الحدث الآخر ما هو؟ الكبير العظيم الذي نتجه نحوه، الملحمة الكبرى. أين ستحدث؟ في بلاد الشام، في شمال حلب في سوريا. ستتجمع قوى الكفر كلها وقوى الشر كلها في هذه الأرض، ثم تكسر يكسرها المسلمون بقدرة الله تبارك وتعالى، بقدرة الله. فنحن متوجهون عباد الله
إلى هذين الحدثين العظيمين. وما ترونه الآن كله مقدمات للعز والتمكين. هذه الأرض بلاد الشام بارك الله فيها، وعليها ستكثر جيوشهم وستبيد. دول أوروبا كلها، الروم، اليهود، الدجال، كلهم سيكسرون هنا. فأبشروا بوعد الله، أبشروا بنصر الله تبارك وتعالى، والله سيكسرون هنا. هذه الأرض تحضر لأمر عظيم عباد الله، تحضر لأمر عظيم. هذه الأرض مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا أجنادا مجندة، جند في الشام، وجند في العراق، وجند في اليمن. فقال ابن حوالة صحابي، قال: خر لي يا رسول الله، اختر لي، وين أروح؟ فقال: عليك بالشام، فإنها خيرته من أرضه، ويجتبي إليها خيرته من عباده. فإنها خيرته من أرضه، ويجتبي إليها خيرته من عباده. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام، طوبى للشام. فقال الصحابة: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام. إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، هي من خير مدائن الشام. فإذا الله تبارك وتعالى يعدنا بالنصر والفرج. لكن هل معنى هذا الكلام أن نتكاسل وأن نتواكل وأن نجلس في بيوتنا وننتظر المعجزات؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم من خلق الله؟ أبدا. خرج للقتال، قاتل، حوصر، ضرب، سالت منه الدماء، جاع صلى الله عليه وسلم، طرد من أرضه، عذب أصحابه أشد العذاب. هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق النصر. علينا أن نعد العدة وأن نقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء والله لا حل لهم إلا بالسيف، والله لا عز لهذه الأمة إلا بالقتال، لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. سبب ذل هذه الأمة أنهم ابتعدوا عن الجهاد وعن القتال في سبيل الله. لا حل لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
وخافوني إن كنتم مؤمنين. من اعتصم بالله عز، من توكل على الله انتصر. علينا أن نعد العدة، علينا أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى حتى ينزل علينا الرحمات والبركات والنصر. علينا أن نرى هذه الأعداد التي نراها في خطبة الجمعة، أن نراها في صلاة الفجر، عندها يفتح الله علينا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم يا رب نسألك فرجا قريبا يا سميع يا مجيب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يا سميع يا مجيب. اللهم أعز أولياءك، اللهم انصر هذه الأمة، اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.